السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط بطريقة حلوة جدا وشوية بهارات هتظبطه بالظبط كده كأنك بتاكلي فراخ كنتاكي، مقرمش من بره وطري من جوه، وبشوية مكونات حلوة وطريقة كده ان شاء الله بإذن الله هتعجبك وسهلة وبسيطة وهيبقى مقرمش معاكي ان شاء الله باذن الله. انا معايا قرنبيطه واحده على حسب ما انت عايزه تعمليها كلها او نصها براحتك. خلاص دي كده انا مقطعاها ومظبطاها، ومعايا هنا كوبايتين من الدقيق ومعلقتين نشا كبار، معلقتين نشا كبار، والبهارات طبعا فلفل اسود وكزبره وبابريكا وكركم هيخليه محمر قوي، ومعايا بيضتين وملح. انا هنا حاطه في الميه كمون وملح وقرن فلفل كده عشان يخليه كده ريحته حلوه. خلاص لازم الكمون والملح في الميه. فانا اول ما بتغلي الميه كده بنزل القرنبيط. اول ما بيغلي معايا كده تمام يبقى استوى بشيله على طول. خلاص وبتقطعيه على الحجم اللي انت عايزاه، يعني كده ده الحجم المناسب حلو قوي. خلاص وببدا بعد كده اعمل الخلطه بعد ما سلقتهم بركنهم على جنب. انا هنا معايا بيضتين بس، 2 بيضه وعليهم كوبايه لبن. بضرب البيض الاول بالمضرب، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. انا هنا ضربت البيض كويس وبعد كده هنزل بالكوبايه اللبن. كوبايه اللبن دي افضل بكتير انك تحطي ميه، بجد بتخليه مقرمش وطعمه حلو جدا وبيحمر معاكي بسرعه. يعني كوبايه اللبن دي من سر من الاسرار ان القرنبيط يحمر معاكي بسرعه ويديك اللون الذهبي. خلاص بعد ما انا قلبت كده اللبن مع البيض كويس بنزل بقى بالبهارات يا ستي: كمون، كزبره، ملح، فلفل اسود، كركم وكاري. خلاص الكركم طبعا بيخليه ذهبي حلو قوي طبعا، ولازم من الكزبره والكمون. خلاص بتفضلي تقلبي كده لما تحسي ان البهارات كلها دابت خالص في اللبن والبيض. وبعد كده بننزل بالكوبايتين الدقيق، بننزل بيهم واحده واحده، بننزلش بيهم كلهم، وبفضل ادوب في الكوبايه الاولانيه عشان تدوب معاكي بسهوله، يعني ما تنزليش بالدقيق كله. خلاص عشان يبقى سهل معاكي يعني وانت بتقلبي. وبعد كده بحط الكوبايه التانية، ولو حسيتي ان هو عايز تاني حطي، مش حاسه ان هو خلاص كده قوامه مظبوط تمام، يعني انت هتشوف القوام اللي احنا عايزينه. وبعد كده انا هنا حسيت ان هو عايز معايا شويه ميه فضفت ربع كوبايه ميه بس، يعني كملتها بربع كوبايه ميه. وبعد كده هحط دلوقتي معلقتين النشا الكبار، معلقتين نشا كبار، ده هيخليهولك مقرمش قوي حلو خالص. خلاص وبفضل ادوب فيهم برضو لغايه ما يختفوا تماما. وبعد كده بنزل بقى هنا معلقه البيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر كبيره. انا بحطهولك واحده واحده عشان تعرفي انا حطيت ايه. وبعد كده بنزل بقى بالخضره. انا هنا كنت هرسه يعني فصين توم. خلاص ومعاهم قرن شطه، يعني في الهون كده عملت توم والشطه مع بعض، قرن فلفل اخضر ومع الخضره. وبعد كده هتقلبيهم مع بعض كويس في البوله وتركنيهم. دي بقى هنا نص كوبايه دقيق وعليها نفس البهارات اللي حطيتها على الخلطه والنشا برضو، وبقلبهم عشان ده الغلاف اللي هحطه في الاول من بره كده زي ما انت شايفه. وبعد كده بحطه في الخلطه اللي انا عاملاها برضو، ده بيخليه مقرمش وما يشربش معاكي زيت وبتثبت فيه الخلطه. وبتاخديها كده وبعد كده بتحطيهم وتعملي غيرها وتسيبيها، يعني تعملي حوالي 4 كده ولا 5 قطع في الخلطه. وبعدين تكوني حاطه الزيت على البوتاجاز يكون سخن معاكي، وتاخدي وتحطي على طول في الزيت، يعني تاخديه من البوله على الزيت على طول، ما تحطوهوش وتركنيه في حاجه هيتصفى منه بعد كده البيض، لكن انت بتاخديه وتقلي على طول. انا كنت حاطه الزيت عندي بيسخن. خلاص وما تكتريش قوي اكتر من واحده، يعني ممكن 3 مثلا على حسب الطاسه معاكي حجمها ايه، عشان بينفش بعد كده وتعرفي تقلبيه. خلاص الطبقه دي على فكره مهمه جدا، طبقه الدقيق والنشا والبهارات اللي عليها. خلاص انا هنا كنت حاطه الزيت في الطاسه وهبدا احط على طول بقى اقلي. الزيت كان سخن معايا. خلاص بتبداي تحطيهم هنا جنب بعض كده وما تقلبيهمش غير لما تحسي ان هم خدوا لون ذهبي فاتح. خلاص لان انا هنا هقلبهم مرتين، يعني انا بفضل اقلب فيهم مرتين عشان يدوني القرمشه الحلوه. برضو التكايه حلوه قوي. يعني هنا انا قلبتهم على اللون ده، برضو هقلبهم تاني على نفس الجنب ده تاني. انا بفضل اقلب فيهم مرتين
عشان يدوك اللون التمام الحلو اللي انت شايفاه ده، مقرمش بجد من بره قوي، حلو جدا. طبعا تقدمي فيه معايا اللي انت حباه يعني. انا وريتك الطريقه وزي ما تحبوا، ودي مش الكميه كلها على فكره يعني، انا عملت على الكميه اللي انا عايزاها، والباقي ممكن تشيليه مسلوق في التلاجة، مش هيحصل له اي حاجه خالص. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، وبالف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.